سبحانه وتعالى: وسأضع أيديكم الليلة على علامات محددة لليلة القدر، من رآها فليعلم يقينا أنه قد أدرك ليلة القدر. العلامة الأولى من علامات ليلة القدر: انظر إلى القمر. طبعا الليالي دي مش ليالي قمرية، الليالي العشر الأخيرة ليست ليالي قمرية، يعني القمر فيها ضعيف وصغير، ليس بدرا، ليس كمالا، ليس تماما. طيب، لكن انظر في هذه الليالي الوترية إلى القمر. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة. دي أول علامة صحيحة في صحيح مسلم. إيه الجفنة دي يا مولانا؟ الجفنة الطبق الكبير أو الإناء الكبير اللي بيوضع فيه الطعام. جفنة إناء كبير يوضع فيه الطعام. انظر إلى القمر في ليلة القدر في هذه الليالي، سترى القمر تماما، ترى القمر كشق جفنة، يعني نصف الجفنة. علامة تانية، قال عليه الصلاة والسلام: خلي بالك، ليلة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة. سهلة طلقة لا حارة ولا باردة. سهلة يسيرة، فيها طمأنينة، فيها سكينة، فيها هدوء، فيها راحة نفسية، فيها أنوار. أنوار إيه بقى؟ بقول لك الملائكة نازلة وطلعة، فيها أنوار يشعر بها أهل الإيمان وأهل الفضل. طيب يا مولانا، سمعنا قبل كده أن الليلة دي لا تنبح فيها الكلاب. خطأ، لا دليل عليه، لا دليل على ذلك. لا تعلق قلبك ولا عقلك بهذا. لا دليل على أن الكلاب لا تنبح في ليلة القدر. طيب، ما هي العلامات اللاحقة؟ دي علامات لاحقة، علامات مقارنة للآية لليلة. في علامات لاحقة لليلة تأتي بعد انقضاء الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطلع شمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها. فالشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها.